يا مساء الفل على عيون اغلى واحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده فيديو مختلف تماما عن كل الفيديوهات، مش فيديو وكاله ولا اي حاجه في الوكاله خالص. احنا رايحين سوق الخميس اللي في المطريه، نشوف ايه الدنيا هناك ونشوف زي ما بنسمع كده عن سوق الخميس والكنوز اللي في سوق الخميس، وهقول لكم وجهة نظري وكل واحد حر في وجهة نظره. انا هنا نزلت محطة مترو حلمية الزيتون وخدت توك توك، قلت له عايزه اروح شارع الكابلات في السوق بتاع الخميس. سوق الخميس في الكابلات، أو هو مشهور بكده ان السوق ده في شارع اسمه الكابلات هناك في المطريه. طبعا التوك توك اول حاجه لفتت نظري في الموضوع، التوك توك يا بنات هياخد منك 25 جنيه من عند باب المترو لغايه السوق. تمام. انا ما فرقتش معايا، انا كشيرين ما فرقتش معايا. انا ليه عامله الفيديو ده؟ الفيديو ده انا عاملاه كذا حاجه لفتت نظري في السوق، احب اقول لك عليها. اولا السوق ما دخلش دماغي تماما تماما. ليه بقى؟ مش حكايه في حاجات مش كويسه، لا، في حاجات حلوه جدا وكل حاجه. والله انا عامله الفيديو ده كتحذير للناس اللي هتروح مخصوص. تمام. السوق مش ما يختلفش عن اي سوق في الدنيا كلها، ما يختلفش ولا في ذرة حاجة مختلفة. فمبدئيا كده روحي سوق يكون قريب من بيتك، لان نفس الحاجات اللي هتشوفيها في السوق ده، على فكرة انا ما صورتش غير مقطعين ثلاثة هتشوفوهم دلوقتي، يعتبر الحاجات اللي عجبتني بس. اكتر حاجتين شدوني في السوق ده الحاجه هم اللي هتشوفوهم معايا. تمام. هم اللي انا صورتهم. عايزه اقول لك السوق ما فيهوش اي افتكاسه، والله العظيم. انتوا عارفين كلامي وعارفين ان دايما بيبقى عندي مصداقيه، وعارفين كمان ان انا بشوف بعيونكم، بشوف بعيونكم، عندي نظره لبعيد، عندي يعني مثلا بحب ان انا لو شفت حاجه لفتت نظري احب اقولها لك. ليه بقى؟ علشان خاطر ما تروحيش تتفاجئي، يعني ما اقعدش اهولك الدنيا واقول لك يا ده الحاجه رخيصه، ده الحاجه مش عارفه مش هتشوفي زيها بره، لا خالص. الحاجه اللي في السوق ده يا بنات، الحاجه اللي في السوق ده حرفيا هي الحاجه اللي في اي سوق تاني. بالنسبة للمفروشات، المفروشات والستاير وفرش التنجيد والكلام ده كله، مبدئيا الوكالة أرخص بكتير في سوق الحد زي ما صورت لكم قبل كده. الناس اللي بتفرش يوم سوق الحد، الناس اللي من ناحية الكورنيش يا بنات، عندها أرخص فرش وأرخص ستاير شفتها في مصر كلها. تمام. بمعنى السوق ده أو سوق التلات أو سوق الجمعة أو أي سوق بيتعمل، والله يا بنات أقسم بالله الأسعار بتاعت الأقمشة والستاير غالية جدا في الأسواق دي. هنا السوق خلاص وصلنا أهو، والراجل بيبتدي يحضن عشان ينزلني. تمام. واول حاجه لفتت نظري حد بيعمل شلت كده في الارض زي قاعده عربي. هي حاجتين ثلاثه اللي لفتوا نظري في السوق كله. تمام. فده انا اللهم بلغت اللهم فاشهد. بصوا بقى، الراجل ده يعتبر قاعد على اول السوق، اول شارع الكابلات، بيعمل القعده العربي دي، بيعمل الفرشه يعني. بصوا بيعمل ايه، 6 شلت قعاد و6 شلت ظهر زي ما انتم شايفين بنفس الاشكال دي، والقماش كمان اختياري ممكن انت تختاريه. دي حاجة لفتت نظري جدا، وعلى فكرة عجبتني قوي، الماتيريال بتاعها عجبني جدا. تمام. ده قطن على فايبر، شغل عالي جدا، في مدافع، في الشيلت اللي على الارض، وفي ظهر تقريبا اربعة كوشن، 2 مدفع حاجة كده. المهم عجبني قوي قوي قوي. بكام دي؟ ب1100 جنيه. 6 شلت ظهر وقعاد 1100 جنيه. على فكرة عجبوني قوي 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 بصراحة، حلوين جدا على السعر ده، قطن وقماش وتفصيل. واخدين بالكم؟ يعني انت لو جبتي 2 عملتي حرف ال. بصوا قاعد فين؟ قدام الصيدلية بتاعت الراشدين. جبت الكاميرا على الصيدلية علشان تعرفوا انا فين بالظبط، وقلت اتمشى بقى كده اشوف السوق ده فيه ايه. لقيت لكم الراجل ده قاعد على اول السوق كده بيبيع الشنط دي. الشنطة دي عاملة 200 جنيه عنده، عجبتني برضو. انا قلت لكم انا المقاطع اللي عجبتني بس هي اللي صورتها، يعني الحاجات ده مثلا قال لي 65 جنيه، عجبني برضو، عجبني برضو لان في جيوب كتير وحاجات كتير حلوة بصراحة، عجبني. تمام. ده قال لي 55. تمام. لا في حاجات عنده كتير عجبتني، وده كمان 65 وحلو جدا عجبني. فعايزه اقول لكم الراجل ده يعتبر في اول شارع الكابلات كده من على الطريق،
تمام، قاعد بالشنط والحاجات دي. بصوا بقى الادوات بقى ورفايع المطبخ عجبوني قوي. هي دي، بصوا بقى الحاجات دي اللي هي بتاعه تخزين البقوليات والحاجات دي، فاهميني؟ دي القطعتين دول عاملين 15 جنيه، اي لون منهم عاملين 15 جنيه. هم بلاستيك مش ازاز، بلاستيك، تمام، ب15 جنيه، اي اتنين ب15 جنيه. بصراحة عجبني عنده شوية حاجات حلوة قوي الراجل ده. انا بعشق ادوات المطبخ، بعشقها، بس بحب اجيب الحاجات اصلي، يعني افضل حاجة يعني. عشان كده لما هعمل فيديو المشتريات هوريكم انا اشتريت ايه من سوق الحد في الوكالة، وهوريكي ازاي بأقل الامكانيات تقدري تخلي مطبخك اشيك مطبخ من حاجات بسيطة جدا، كماليات بسيطة جدا، فاهماني؟ عايزة اقول لكم بصوا اي اتنين ب15 جنيه، علب اي حاجة. بصوا التلاتة دول ب15 جنيه، والالوان منهم دول ب15 جنيه. فلا بصراحة عجبني قوي قوي الحاجات عنده الراجل ده. الرفايع اللي عنده الراجل ده فين؟ في نص شارع الكابلات، في نص شارع الكابلات. وعلى فكرة عشان لو دورتي عليه وما لقيتوش هتلاقي آلاف غيره، يعني السوق تقريبا مليان ستاير وسجاد ورفايع المطبخ دي بس. وعارفين اللي هو السوق ما فيهوش غير، يعني عايزة اقول لكم والله، والله كمان مرة ما يختلف عن اي سوق بنكلة. فعايزه اقول لكم لا، مش اللي بالكم فيه خالص، مش يعني قصدي لو انت بيتك بعيد اوعي تجازفي وتروحي السوق ده، لانك هتغرمي مواصلات كتير جدا. هتتفاجئي ان المشوار بعيد، وطبعا احنا في حر مش ناقصين. فلا روحي سوق قريب من بيتك، يعني لو انت من سكان الجيزه وفيصل والهرم روحي سوق التلات. وعندك سوق تلات كمان في فيصل، انا سمعت حاجه زي كده تقريبا في شارع العشرين. وعندنا احنا كمان سوق تلات في الجيزه، تمام، في المساكن. وعندنا سوق تلات في المنيب، تمام. هو ده يعني لو انت من سكان الجيزه روحي سوق التلات اللي هو في فيصل او الجيزه. لو انت بقى من سكان القاهره، بصوا بقى هنا الستاير دي لفتت نظري قوي. الستاير دي لو تفتكروا اللي انا بصورها في الوكاله يا بنات، ها واخدين بالكم من كلامي؟ في الوكاله الستاير اللي انا شاورت عليها البيضه دي، الاوف وايت والاوريجانزا والكلام ده كله والتركواز ومش عارفه ايه، الستاير دي بيقول لكم ب 100 جنيه، واخدين بالكم؟ ب 100 جنيه. ودي قال 100 جنيه. لو تفتكروا تعالوا نرجع كده لفيديوهات الوكالة اللي انا عاملاها هناك بتاعت الستاير والمفروشات، هتلاقوا ان الستاير يعتبر كانت اغلى ستارة صورتها في سوق الحد من دي الالوانات الابيض دي وكل الحاجات اللي هي يعني الشكل ده، كانت اغلى حاجة ب60 جنيه لو تفتكروا. عند الاستاذ ايمن، استاذ ايمن اللي انا بصور معاه على طول في سوق الحد في الوكاله من ناحيه الكورنيش، رجعوا الفيديوهات وهتشوفوا كلامي ده صح ولا لا. تمام لغايه كده. الستاير دي برضو انا مبطئه لكم الفيديو عشان الحق اقول لك كل المعلومات، تمام. عامه احنا في اخر الفيديو انا قلت لك على كل المعلومات، عايزه تروحي برضو وتكتشفي. يمكن انا اكون ما اكتشفتش مع اني لفيت لما دماغي ورمت وانا ماشيه طول السكه عماله اقول يا ريتني ما جيت، يا ريتني ما جيت، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ يا ريتني كنت رحت الوكاله عملت لكم ريفيو او فيديو يعني باخر الاسبوع بالاسعار اخر الاسبوع وكلام من ده يعني. حرفيا ندمت جدا 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 ان انا رحت. تمام، ما فيهوش اي افتكاسه، ما فيهوش اي حاجه جديده. حاجه واحده اللي لفتت نظري، او لا 3 حاجات هقول لكم عليها حالا. اول حاجه لفتت نظري الراجل بتاع الشلت اللي قلت لكم عليه، تمام. ده اول حاجه يعتبر لفتت نظري، تمام. اللي هو الراجل بتاع الشلت اللي بيفصلها جاهزه زي قعده عربي كده، 6 شلت ارض و6 شلت ظهر ب 1100 جنيه، قطن وتنجيد وقماش وكله عليه، تمام. انت بتاخديها جاهزه كده وتمشي. ده اول حاجه. تاني حاجه عجبتني رفايع المطبخ، عجبتني جدا 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 جدا، وفيها شويه حاجات عجبوني قوي. بس انا زي ما قلت لكم انا عندي جنب بيتي سوق المنيب وسوق الجيزه بتاع المساكن ده، هي نفس الحاجات دي بتبقى موجوده. فعلى ايه اشيل من هناك؟ حرام يعني. لا انا يعتبر انا سافرت عشان اروح السوق ده، فلا يعني بصراحه مش هعمل كده تاني. المهم تالت حاجة، يعني عامة المفروض الواحد كان بعقله كده ميز اللي موجود في السوق ده هو اللي موجود في السوق ده، كل الأسواق واحد، كلها واحد، تمام.
عايزه اقول لك الحاجه الثالثه، السجاد يا بنات بصراحه عجبني جدا جدا، بس ما عرفتش اصور خالص. كل ما اروح عند واحد بتاع سجاد حرفيا بلاقي عنده ناس، لمة ناس كده بيشتروا سجاد لعروسه. فكل ما اجي ارفع الكاميرا لا يا استاذه معلش الناس مش عايزين. فكان الجو حر اساسا وصعب، حتى ما فيش مجال ان انت تقدري تحايلي حد او حتى تقولي له ما تخافش انا مش هجيب حد في لا. كان اللي بيقول لي معلش يا استاذه تعالي شويه كده، او طب معلش ممكن تستريحي يا استاذه وتصوري بعد شويه. انا اساسا مش قادره ارتاح ولا قادره اقف ولا قادره امشي، ولا انا عايزه اهج كده واروح اقعد كده في التكييف كده شويه ارتاح من المشوار اللي انا شفته ده. كان سفر بصراحة، كان سفر. دول الثلاث حاجات يا بنات اللي انا قلت لكم عليهم، والله على ما اقول شهيد. نفس الاسعار اللي في اي سوق هي. عشان بس بصراحة السجاد عجبني قوي. الراجل بتاع الشلت ما شفتوش في اي سوق. وتالت حاجة رفيع المطبخ، دي موجودة في كل سوق عامة. لو عايزة تفيدي غيرك دوسي لايك عشان الفيديو يوصل لناس كتير. وناس كتير بالله عليكي ما تروحش السوق ده وتتخدع زي ما انا اتخدعت كده، وكان مشوار حامي جدا عليا. وزي ما قلتلك صرفت كتير في المواصلات. ولو انت عايزه تروحي برضو بمواصلات ما تعمليش زيي، هقولك طريق اسهل بكتير. انزلي محطه مترو غمره واطلعي فوق الكوبري اللي فوق هو هتلاقي كوبري كده بتطلعي منه من المترو كده فوق، واركبي اي حاجه للكابلات. هتدفعي بيك كتير في الباص 5 جنيه او 7 جنيه حاجه كده، بدل ال 25 جنيه بتوع التوك توك دول. انا بقولك والله على الطرق السهله والاسهل والافضل ليكي، علشان ما تتفاجئيش زي ما انا اتفاجئت. انا طبعا انا اقدر، انا بتكلم في ناس والله ما ممكن عايزه تروحي السوق ده ب 150 جنيه مثلا، تاخد حاجه تستلقط حاجه مش عارفه ايه. فعايزه اقول لك عشان ما تتفاجئيش اوعي تروحي كده من غير فلوس، او تروحي بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها. واسفه جدا 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 على الاطاله وان انا مبطئه الموضوع كده، بس والله انا قصدي اوصل لك كل معلومه علشان يعني ايه ما تتخدعيش او ما تمشيش ورا فيديوهات او بصي هي الفيديوهات كلها حلوه، وانا نفسي كنت بتفرج وعجباني جدا. الفيديوهات جميله والحاجات جميله وما فيش اي حاجه خالص، واصحاب القنوات على راسي من فوق. بس انا بتكلم ان السوق فيه كل حاجه موجوده في كل سوق والله يا بنات. ده مقصدي من الفيديو. يعني الخلاصة المقصود انت لو عايزة تروحي سوق روحي اقرب سوق لبيتك، ما تروحيش وتتبهدلي في سوق بعيد زي ده، لانك هتلاقي نفس الحاجة وهتتفاجئي نفس المفاجأة اللي انا اتفاجئتها. بس هي دي الصدمة اللي انا عايزة اوصلها. وشيروا الفيديو يا بنات عشان يوصل لناس كتير، واعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.